10 سنين رُحت للمدير بتاعي وقُلت له: "أنا عايز أفتح شركة." شغال في المبيعات. فالمهم قال لي: "طيب تمام، عايز تفتح شركة؟" قال لي: "أنت النهارده لمّا بتروح للعميل بتاعك، اسمك هو اللي التقيل على الكارت والّا اسم الشركة؟" قُلت له: "تقصد إيه بالكلام ده؟ مش فاهم." قال لي: "يعني النهارده العميل بيشتري علشان خاطر الشركة الفلانية هي دي اللي بتبيع المنتج، والّا علشان خاطر أنت اسمك كبير في السوق والناس ضامناك؟" قُلت له: "لأ، أنا باروح الناس بتشتري عشان الشركة." قال لي: "تمام، يبقى أنت محتاج تشتغل على نفسك لحد ما يبقى ليك مكانة وسط الكبار في صنعتك، وده مطلوب منك يا سيدي إن أنت تشتغل لحد لمّا تبقى اسمك معروف في السوق، تبقى أنت اللي واقف على رجلك، الناس تشاور عليك وتقول عايزة الخدمة منك." بس يا سيدي، وبعد كام سنة عرفت إن الموضوع ده بقى اسمه personal branding، وبقى في صفحات كتيرة لناس كتيرة على السوشيال ميديا، والموضوع بقى زحمة وكبير أوي، ما تبقاش عارف مين الشاطر ومين اللي مش شاطر. كل اللي عايز أقوله لك بناءً على معلومة أو بناءً على نصيحة اتنصحتها زمان، إن أنت علشان يكون ليك مكانة وسط الكبار في صنعتك، الأمر معتمد على إن أنت بتتقي ربنا في شغلك، وبتعمل شغلك بما يرضي الله، جودة محترمة، شغل مضبوط، اسمك يسمّع، وربنا يكرمك إن شاء الله.